حاسس ان اللاب عندك بيبطئلك شغلك، تعبت من البطء والتقطيع؟ استنى، اوعى تجري تشتري جديد دلوقتي. الفيديو ده هيقولك الحقيقة امتى تطور جهازك وامتى لازم انك تغيره خالص، وما ينفعش انك انه يتطور حتى. الفيديو ده هديك علامات واضحة، اختبارات عملية، وخطة ترقية خطوة بخطوة من غير رغي ولا تضييع للفلوس. العلامات اللي هتقولك اللاب انه محتاج يتطور: المؤشر السي بي يو في التاسك مانجر بيكون 100% وانت شغال على ادوبي بريمير او اي شغل. تلاقي تقطيع شديد، تأخر عالي، بيتأخر عقبال ما بيفتح، بيتأخر عقبال ما يفتح اي حاجة، بيتأخر في التحميل بتاع الويندوز بعد ما بيفتح، صوت المروحة عالي. لو كل ما بيفتح البرامج بتاعة تستنى والسي بي يو عندك دايما 90 او 100%، دي اول علامة. لو جيمز ماشية ب10 ل20 FPS، اللاب بيستغيث بيك، بيقول لك يا عم طورني. يعني لو البطارية بتخلص اسرع من كوباية الشاي، او مروحة صوتها طيارة، ده مش مؤشر خير. لو النظام مش بيدعم تحديثات جديدة، يبقى خلاص جهاز خرج من الخدمة. اول حاجة انك لازم تعملها قبل ما تروح او تفكر انك تشتري لاب، افتح تاسك مانجر عندك. لو الرام دايما فوق 80 يبقى محتاج تزود رام. لو عندك HDD ولسه شغال بيه، بل لازم SSD فورا، ويفضل NVMe. لو البطارية فقدت نص عمرها والجهاز بيولع من سخونة، محتاج صيانة. طيب لو انا بقى معايا جيل قديم، يعني جيل رابع مثلا، ولاب كنت جايبه استيراد بسبب الميزانية، بس الحمد لله دلوقتي الميزانية عليتها، مش اعلى حاجة بس عادي، وقدامي لاب جيل سادس ولاب جيل تاسع، بس الفرق في البطارية، اختار ازاي؟ هتقولي طبعا الجيل التاسع. البطارية هتكون ايه يعني 6 ساعات؟ لا، ممكن البطارية تكون تحت 6 ساعات. ده انت بتختاره على اساس حاجة واحدة بس، وهو انك انت شغال برا ولا انت معظم الوقت بتقعد على مكتب او في البيت عندك. يعني انت شغلك اونلاين، بتسلم الحاجات، يعني فريلانسر، مونتير، عادي انك تحط شاحن جنب في اللابتوب وانت بتقعد على مكتب، عندك مكتب. يعني كل الكلام ده بيقولك ان لو انت الجهاز بتاعك قديم وعايز تطوره ومحتار، لو انت بطارية مش فارقة معاك، يبقى تروح للجيل التاسع. بس الكلام ده انا مش بنصح بيه، لان ممكن في وقت تكون مثلا محتاجه لسفر، محتاجه المشوار مهم وهو بيخلص منك بسرعة. انا منصحش انه يكون البطارية اقل من 6 ساعات، منصحش بيه صراحة. ليه؟ لان البطارية اقل من 6 ساعات هتلاقيها 3-4 ساعات بالكتير، بالكتير يعني. منصحش انه يكون يعني مستعمل غير في حالات اللي هي تحت 20,000 جنيه، بالذات تحت 15,000 جنيه او 300 دولار. دي اقولك عادي هات مستعمل، لان مفيش جديد حلو يعني. طيب اشتري MSI ولا لينوفو؟ ده برضه سؤال. لو انت محتاج تطور تسأل نفسك، عندك ميزانية، تقدر انك تجيب لاب MSI ولاب تاني لينوفو لوج. الحقيقة اللينوفو بيظهر مشاكل كتير، بس ده مش معناه انه وحش، لان اللينوفو لوج مليان بالانواع. انت عارف انت انهي نوع اللي انت تشتريه وبتتكلم عنه، فاكتب اسم النوع بالتفصيل، شوف المواصفات دي هي المواصفات اللي في الفيديو اللاب اللي بيتكلم عنه ولا لا. لو مش هي، دور على نفس المواصفات وعلى نفس النوع بالظبط بالحرف، لان اللينوفو لوج ممكن يكون معاك يفرق على حرف. MSI انا مش بنصح بيه غير في الحالات اللي هي بتكون شغل تقيل جدا، يعني هندسة والكلام ده، الميزانية مش عالية، بنصح بيه. بس انا بفضل اللينوفو في الفئات اللي هي يعني لو ما فيش لاب جديد بنفس المواصفات بتاعته بنفس القوة، هنا ممكن ولو اختار نسخة كويسة اخد ضمان فعلي من المحل واخده. طب لو انت بقى اللاب بتاعك جيل سادس فوق جيل الرابع، يبقى تعمل ايه؟ اول وارخص حل ال SSD، فرق سرعة مش طبيعي. بس لو انت الجهاز بتاعك قديم اصلا، يعني اقل من جيل سادس، فهو ملوش اي لازمة انك تطور، غير لو انت مش عايز تشتري لاب جديد
تاني حاجة الرام 8 مش كفاية، 16 هو الأساس للشغل، 32 أو 64 جيجا. لو شغلك تقيل أو جيمز حديثة بص على نقطة السي بي يو والجي بي يو. بس في اللاب غالبا هنا لازم تفكر في لاب جديد. امتى تشتري لاب جديد؟ لو عندك جهاز عدى 6 أو 7 سنين أي تحديث مش هيعمل فرق حقيقي. لو محتاج جرافيك أو شغل هندسة أو أي شغل تقيل 4K editing ساعتها تلاقيه هتبقى أي الهروب من مركب غرقانة. الخلاصة الرام زائد SSD أسرع حل وأرخص حل، بطارية مروحة، صيانة مش ترقية، أداء تقيل. عايز أداء عالي لا بيقعد معاك 5-6 سنين قدام، لا اشتري جديد، منصحش بالتطوير. اكتب لي موديل لابك في الكومنتات وهقولك ترقية ولا تغيير. لو عجبك الفيديو شاركه مع صاحبك اللي لسه بيستحمل ال HDD، شاركه مع أي حد بيستحمل لسه ال HDD او مستخسر نشتري لاب جديد. وما تنساش اللايك والاشتراك والسلام.